طبيب الأهلي يسمح لإمام عاشور بالدخول مع الفريق في التدريبات الجماعية الأيام القادمة لكن دون التحامات حتى لا يتأثر مستواه البدني بفترة غيابه عن الملاعب. صور إمام عاشور في مران الأهلي تتسبب في قلق في 100 عقبة قبل مواجهة القمة رغم عدم جاهزيته للمباراة، ومصدر يؤكد أن اللاعب لن يعود للمشاركة مع الفريق قبل المباراة الثانية أمام مازيمبي. مارسيل كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا قبل العودة في اليوم التالي لخوض التدريب الأخير قبل مواجهة الزمالك. اتحاد الكرة يستقر بشكل كبير على تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك. مصدر بالأهلي يؤكد أن الأشعة أكدت معاناة مروان عطية من إجهاد فقط وعدم وجود أي شيء يدعو للقلق في العضلة الخلفية، لكن الجهاز الفني يميل بشكل كبير لإراحة اللاعب في مواجهة الزمالك خشية من تعرضه لأي انتكاسة جديدة قبل مواجهتي مازيمبي. كولر يطالب كهربا ووسام أبو علي بعدم التعجل في إنهاء الفرص أمام المرمى والتركيز بشكل أكبر للتخلص من أزمة إهدار الفرص السهلة. مصطفى شلبي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، وجوميز يحاول تجهيز اللاعب بدنيا لمواجهة الأهلي. شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة بعد تخلصه من نزلة البرد. جوميز المدير الفني للزمالك يؤكد للاعبي الأبيض أن مواجهة الأهلي في القمة تحتاج من الجميع أن يبذل أقصى جهد لديه وأن يكون في كامل تركيزه لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، ويؤكد لهم أن الفوز بهذه المباراة مهم للغاية وليس لتحقيق الثلاث نقاط فقط بل لكسر العقدة وسلسلة الانتصارات المتتالية من الأهلي عليهم. مارسيل كولر يخطط مع معاونين لاستغلال الأخطاء الدفاعية الساذجة لمدافع الزمالك ومحمد عواد في مباراة القمة بوضع خطة محكمة للخروج بالثلاثة نقاط من اللقاء. تذاكر مباراة الأهلي والزمالك تنفذ بعد دقائق من طرحها على موقع تذكرتي نظرا لأهمية المواجهة. بعض الأصوات في الأهلي تطالب مارسيل كولر بضرورة منح الفرصة لمصطفى أبو الخير الفترة القادمة في مباريات الدوري لتجهيزه بشكل جيد للمشاركة مع الفريق مستقبلا، خصوصا لكثرة الإصابات في وسط الملعب. رغم تأكيد البعض في الأهلي لحاق اللاعب بالمباراة، عدم مشاركة بيرسي تاو في التدريبات اليوم يثير الشكوك حول تواجد اللاعب في مواجهة القمة. رغم تأكيد طبيب الأهلي الكولر جاهزية اللاعب لمواجهة القمة من الناحية الطبية، علي معلول يؤكد لبعض المقربين أنه مازال يشعر ببعض الآلام العضلية ولن يتحدد موقفه النهائي من مباراة الزمالك إلا بعد الخضوع لفحص طبي يوم الأحد. خطورة الجبهة اليمنى في الزمالك وعدم جاهزية علي معلول حتى الآن تتسبب في حيرة كبيرة لدى مارسيل كولر، والذي يتحفظ بشكل كبير على فكرة الاعتماد على كريم الدبيس في المواجهة ولا يجد أمامه حلول أخرى سوى الاعتماد على خالد عبد الفتاح أو عمر كمال عبد الواحد لإغلاق هذه الجبهة. محاولات مكثفة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي للتوصل لحلول مع شركة تذكرتي لتخفيض أسعار تذاكر مباريات الفريق المحلية حتى تعود الجماهير للحضور بقوة في المدرجات. وكيل يحيى عطية الله لاعب الوداد السابق يحاول مرارا وتكرارا ربط اسم موكله بالأهلي لتسويقه بشكل جيد، وذلك رغم عدم وجود أي اهتمام من الأحمر بالتعاقد مع اللاعب. الكاف يختار البوروندي باسافيك ندبيها لإدارة مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي تحكيميا، ويختار دانيال لاريا الحكم المنافق حكما للفار. مؤمن زكريا يحتفل اليوم بعيد ميلاده 36.